عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. آه، أتمنى أن تشتركوا في القناة اللي ما اشتركش يا جماعة ويفعل الجرس ويدوس لايك فضلا وليس أمرا عشان أتعاون عشان تشجعونا أكتر. قلت لكم الحاجات اللي بلاقيها جميلة كده، قصص بحاول أحكيها بعد ما أنتوا تقروها أنا بقراها لكم. النهاردة بتكلم عن رجل أعمال مصري مسميينه الله يرحمه عشان هو متوفي قريب، شهبندر التجار، اللي هو الحاج محمود العربي. ليه بقى؟ لأن هو راجل عصامي ابتدى من الصفر. شهبندر التجار يعني راجل كبير جدا في السوق، ليه وزنه ومصانعه شغالة ناس وتجارته شغالة ناس كتيرة بالآلافات. وكيف وصل إلى قمة النجاح والثراء ببداية كانت ب 40 قرش مصري. ولد محمود العربي في قرية أبو رقبة بمركز أشمون محافظة المنوفية في الجمهورية العربية المتحدة أو الجمهورية العربية المصرية في مصر، وذلك في العام 1932. وعائلته كانت عائلة ريفية بسيطة فقيرة، وكان يساعد والده في الأرض، حيث قال: فهمت من مساعدتي لوالدي في زراعة الأرض طبيعة الحياة والموت، وتعلمت أنه لابد من بذل الجهد المناسب والكافي لكي يكتمل أي عمل ويبدأ في إخراج ثماره. بدأ رجل الأعمال المصري محمود العربي التجارة منذ نعومة أظافره، مستعينا بأخيه الأكبر الذي كان يعمل بالقاهرة، حيث كان محمود يوفر مبلغا من المال لا يتجاوز 40 قرش مصري، 40 قرش سنوي، كل سنة يحوش ال 40 قرش دول. ماشي، 40 قرش كان حاجة كبيرة، ويعطيه لأخيه لكي يشتري له بضاعة من القاهرة ليقوم ببيعها في عيد الفطر. ماشي، وهذه البضاعة عبارة عن بالونات وألعاب نارية، كان البومب، صواريخ، الحبش وإيطاليا، الحاجات بتاعت زمان ولغاية دلوقتي موجودة يا جماعة. وهذه البضاعة عبارة عن كذا. طيب، بيفرشها قدام منزله وبيبيعها لأطفال القرية، ثم يجمع كل ما ربحه ويعطيه لأخيه ليجدد بضاعته في عيد الأضحى. بقى كذلك حتى العام 1942 ميلادي، أي حتى بلغ عمر ال10 سنوات، حيث سافر إلى القاهرة. يعني كان عنده 10 سنين بقى يسافر القاهرة يعمل بمصنع ينتج عطور روائح يعني. ولكن من الصفات اللي كان يمتاز بها محمود العربي انه لا يحب العمل الروتيني التقليدي، ما يحبش يقعد على مكاتب، ولا يفضل البقاء في الاماكن المغلقه، ما يحبش يقعد على مكاتب ومكاتب مقفوله والكلام ده كله. لذلك لم يستطع البقاء في هذا العمل اكثر من شهر واحد، وتمكن يعني برضك مع محل العطور مقفول، مفيش حركه بيروح ويجي والكلام من ده. وتمكن من ايجاد عمل اخر له في محل بحي الحسين، وكان راتبه بدايه الامر 120 قرش في الشهر. 120 قرش في الشهر كان دلوقتي بمثابة نقول ايه 10,000 جنيه مثلا. كان الجنيه ليه قيمة ساعتها جامد. ثم أصبح يتقاضى 320 قرش بالشهر. بقى في هذا العمل لمدة 7 سنوات، أي حتى عام 1949 ميلادي. ماشي. وفي عام 1963 ميلادي قرر محمود العربي أن يكون له عمل خاص به، وقرر هو وزميله الذي كان يعمل معه في المحل أن يجد شريكا لديه رأس المال الكافي ليساهم به، وهم يشاركون بمجهودهم. وكان المال اللازم افتتاح محلهم الخاص 5000 جنيه. 5000 جنيه بمعنى دلوقتي 500,000 جنيه، نص مليون جنيه تقريبا. وبالفعل تمكنوا من إيجاد الشريك، وافتتح محمود العربي أول محل له في القاهرة بمنطقة الموسكي، اللي هو يا جماعة موجود لغاية دلوقتي. محلاته شبه العربي وغير في الموسكي، المحل موجود إلى يومنا هذا. بعد 3 أيام بس من بدء العمل في المحل زميله مرض وصاحبه عي كمان، فقام محمود بإدارة المحل لوحده، وتمكن من تحقيق أرباح تفوق 10 محلات مجتمعة، واستطاع تنمية تجارته تنمية كبيرة بفضل أخلاقه النبيلة وأمانته في العمل، والتي كانت سر نجاحه وتميزه. ومن الجدير بالذكر إن تجارة محمود العربي كانت تعتمد على إيه؟ الأدوات المكتبية، أقلام، كراريس، كشاكيل، أستيكة، برعية، حاجات من دي، واللوازم المدرسية. ولكن عندما قررت الحكومة في الستينات من القرن الماضي أن تمنح الطلاب جميع مستلزماتهم مجانا، عندها لم يبقى أي سوق لتجارة العربي، السوق بتاعه وقف.
الحكومه ادت للطلبه والتلاميذ كراريس وكشاكيل ولم ببلاش واساتيك. طب هيبيع هو ايه؟ تجارته وقفت. ادي دي ضربه دي. طبعا لم يبقى اي سوق لتجاره العربي، مما اضطر لاستبدالها وتحويلها الى تجاره الاجهزه الكهربائيه، خاصه اجهزه الراديو والكاسيت والتلفاز. كان لسه طالعين الراديو والكاسيت والتلفزيون. وقرر العربي مع انطلاق سياسه الانفتاح الاقتصادي في مصر في منتصف السبعينات تحويل اعماله كافه الى تجاره الاجهزه الكهربائيه، وبدأ التفكير بأخذ وكالة إحدى الشركات العالمية. ولكن العائق الأكبر له أنذاك ساعتها هو امتلاء محلاته بالأدوات الكتابية. طب هيعمل فيها إيه؟ هيتصرف إزاي؟ المهم، وذات يوم كان من نصيب محمود العربي أن يتعرف إلى أحد الطلبة الدارسين في الجامعة الأمريكية. تعرف على طالب دارسين في الجامعة الأمريكية، شاب ياباني، وهو ياباني الأصل ويعمل لدى شركة وشغال عند شركة توشيبا. ولمس أمانة العربي فكتب تقرير أرسله إلى شركته يخبرهم بأن محمود العربي هو أفضل من يمثل الشركة في مصر، وبالفعل وافقت الشركة على منحه التوكيل، كما أنه أصبح بعد ذلك وكيلا لعلامات تجارية يابانية أخرى مثل سايكو وسوني وهيتاشي وإن إي سي. حصل رجل الأعمال المصري محمود العربي على أرفع وسام ياباني من الإمبراطور الياباني أكيهوتو، وسام الشمس المشرقة، وذلك تقديرا له على حسن ودعم العلاقات المصرية اليابانية في عام 2009. وأشاد به الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب المجهود الكبير الذي بذله لتنمية ودعم الصناعة الوطنية المصرية، حيث تقدر ثروة رجل الأعمال المصري محمود العربي بما يقارب $1.5 مليار أمريكي. توفى رجل الأعمال المصري الله يرحمه في 9 من شهر أيلول عام 2021 عن عمر يناهز 88 سنة. وشارك آلاف المصريين في تشييع جنازته، وبذلك نكون قد قدمنا لكم أهم محطات حياته. وكده يعتبر انتهينا من قصة حياة شهبندر التجار الحاج محمود العربي. الجزء بقى اللي أنا طلع الراجل ده أنا عرفته أو شفته حقيقي وجها لوجه واتعاملت معاه بالصدفة البحتة. كنت رايح أجيب فوانيس رمضان قبل رمضان بحوالي أسبوع تقريبا. كان نزل فوانيس لسه جديدة اللي هي اللي بتنور دي بالحجر فيها لمبة ترانزستور صغيرة كده من الموسكي. فأنا بعدي عليه لأن أنا رايح بشتغل مع أبويا في الحسين، فبعدي عليه باخدها ماشي كده أوصل قالوا لي أروح الموسكي هتلاقي الحاجات دي أرخص وتجيبها من إيه؟ من عندكم في جنب البيت. فروحت أجيب فانوسين، مشيت في الشارع كانت لقيت فيه عربيات صغيرة كده بتبيع الفوانيس، مش محلات بتبيع جملة، بتبيع كميات كبيرة جدا. فلقيت محل بتاع عربية صغيرة شايلة فوانيس، حاطة فوانيس، وبقول له ده بكام وبكام. المهم اشتريت 2 كان ب 8 ساغ حاجة زي كده، 8 قروش أو 10 قروش، حاجة تعتبر كده غالية. المهم اشتريت فانوسين، قال لي لا مفيش حجرة. رحت شريت حجرين حطيتهم في واحد فانوس من ضمن الفانوسين الباب بتاعه ما بيقفلش. طبعا ما كانش باين الباب بيقفل ولا بيقفل الا بتحط الحجره. فرجعت له قلت له يا عم انا عايز ارجع ده عشان الباب ده مقفل. قال لي خد ارميه في الشارع مش هرجعش حاجه. قعدت اتكلم معاه وازعق معاه وشديت معاه لغايه ما لقيت اتلموا عليا صحابه هم كده يعني في التجار اللي في الشارع لما يلاقوا حد بيتلموا عليه بقى عشان بلدياته ويدافع عنه ده العيل بالنسبه لهم. المهم مين سمع الكلام ده راح صاحب المحل اللي هم فاتحين قدامه قال لي تعالى يا حبيبي في ايه؟ قلت له قبل اشتريت يا حاج فانوسين كذا كذا كذا، وطلع فانوس منهم الباب بتاعه مكسور ما بيقفلش على الحجره. طبعا الفانوس مش هيشتغل عشان الباب ده بيقفل على الحجره تخلي تشتغل كل شويه الحجره بتقع. قال لي طب تعالى نقي اي فانوسين او اي فانوس اللي مش عاجبك غيره عدى ونقي الفلوس اللي يعجبك. قلت له لا بس انا معيش فلوس عشان اغير. قال لي لا ده مش مشكله. قال لي لا اي فانوس يعجبك. قلت له الفانوس دي بس دي اغلى من اللي بره. قال لي انت مالك انا صاحب المحل. قلت له كتر لك يا حاج. المهم كانت الفانوس قال لي فين الحجره؟ قلت له موجوده في القديم. قال لي راح مغير الحجره. ايه مبسوط ما تزعلش. راح مطبطب عليا ومشيت. وانا ماشي كان جمال المحل قال لهم عارفين
لو سمعت صوتكم وبعد كده بتتخانقوا مع اي زبون ولا تهللوا لحد، هقول لكم امشوا منكم، هجيب البلديه والشرطه خليكم تمشوا من هنا خالص. ما تزعلوش اي زبون، الزبون ده له هو له احنا شغالين، له انت شغال له انا شغال. انت لما تزعل طفل زي ده مره في مره في مره والناس تسمع صوتكم وتتخانق، مش هتيجي تشتري منكم. اقول لك دول بتوع مشاكل. انا فهمتكم، مش هعيد الكلام تاني. لقيت واحد قال لي يا عم، يا عم انت بقيت صاحب الحاج؟ قلت له صاحبه فين؟ ما اعرفوش. قال لي انت عارف ده مين؟ قلت له مين؟ قال لي ده الحاج محمود العربي صاحب المحلات دي، ده هو الوكيل بتاع الفوائد، كان لسه مفيش اجهزه كهربائيه ينزلها. يعني نقول الكلام ده حسب ما انا فاكر حاجه و70 تقريبا، 3 74 75. المهم فانا قابلته شخصيا وناس محترمه جدا، حتى الشركات لغايه دلوقتي محترمين قوي. شركه توشيبا العربي، انا عندي عطل جه في الثلاجه، فاتصلت بيهم قال لي طيب ما قالوش بقى الضمان قد ايه ولا شوف لي ورقه الضمان ولا كامل، هو فيها السيريال نمبر بيصوروا. المهم جاني تاني يوم قال لي انت فين الضمان؟ قلت له ورقه الضمان ايه؟ قال لي ماشي هي في الضمان. قلت له ده بقالها 6 سنين. قال لي اه ما هو ضمان 10 سنين. قلت له على كل حاجه؟ قال لي اي حاجه في الثلاجه ضمان 10 سنين. ناس محترمه جدا، كان بقالها 6 سنين الثلاجه، اللي هي 14 قدم 3 باب، وشافها وشاف البيانات بتاعتها وكان السيريال نمبر صوره. قال لي خلاص الف سلام. كان الكهرباء قطعت وجت فحرقت حاجه اسمها ريلي صغير كده فعطلت الثلاجه. ناس محترمين جدا وبقدر مجهودهم، والله يرحمه في ميزان حسنات الحاج محمود العربي. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله في حلقه جديده نقول لكم راجل اعمال جديد او اي حاجه تعجبني بنشرها لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.